السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة جاية اعمل معاكم البرواز الحلو اللي انتوا شايفينه ده، شكله جميل جميل خالص. لو عايزين تعرفوا ازاي تابعوني لاخر الفيديو عشان تعرفوا المكونات. الاول انا جبت القماشة دي الخيامية. على حسب هو البرواز بقى انت هتعمليه طوله قد ايه. ويعني شوفوا قد ايه. ودي الكرتونة تكون بس تقيلة شوية، سمكها عريض شوية، مش زي اللي عملنا بيها الفانوس، سمكها خفيف. دي كرتونة عريضة شوية، كانت بتاعت غسالة. نشوف احنا عايزين نعمله قد ايه. انا عملته حوالي 94 في 52. بصي، اول بنقصها وبعد كده بنعمل قوايم شراط من الكرتون بنفس الطريقة، بنفس طول البرواز، ماشي، وعرضه. يعني بنعمل 4 و4، تمام، عشان يبقى 2 من فوق و2 من تحت. طيب هتقولوا لي ايه لازمتها القوائم دي؟ القوائم دي هي اللي هيمسك فيها البرواز في المسمار على الحيطة، تمام. احنا بنمسك الاول الاتنين اللي هي الجزئين دولت، الخطوط اللي انا قصيتهم الرفيعة بالكرتونة، بنلزقهم في بعضهم كويس. وبعد ما بنلزقهم لازم يثبتوا في بعض كويس عشان ما يفلتوش، تمام. لو في زيادة، انا طلع في زيادة واحدة عن واحدة، لو في زيادة احنا بنقصها خالص. وبعد كده بنبتدي نثبتها في البرواز. بصوا، يعني نشوف الناحية اللي تكون ما فيهاش شغل نخليها من بره ناحية القماش، والناحية اللي فيها شغل بنخليها من جوه، تمام. احنا كده حطينا الشمع وبنلزقه كويس، نضغط عليه ونلزق كويس وكتير علشان ما يفلتش لما نيجي نعلقه، تمام. كل ما هتزودي طبعا الشمع كل ما هيلزق اكتر. زي ما انتوا شايفين كده انا بثبته جامد، وتضغطي عليه وتخلي حده لازم مع حد البرواز، ما يبقاش فيه فرق خالص خالص، تمام. انا كده ثبت الناحية التانية بنفس الطريقة بتاعتها ونفس الحدود، تراعوا الحدود. دلوقتي هنثبت الجنب اليمين والجنب الشمال. طبعا انا قصاه على طول البرواز فهيبقى طويل، لان انا خلاص ثبت قائمين علوي وسفلي. فهنقيس كده ونقص على قده بالظبط، ما تقصيش من الاول لانك مش هتظبطيه، لازم تقصي بعد ما تكوني خلاص ركبتي القائمين، تمام. هنبتدي بعد كده نثبتهم بنفس الطريقة، تلزقي القائمين الصغيرين دولت في بعض، وبعد كده تروحي لازقاهم في البرواز، تمام. بصوا انا ثبتهم في بعض، وبرضو هنلزقهم في البرواز لما تعملي بالمسدس الشمع، يا تمشي زي حرف الدبليو كده طالع نازل، او تمشي خطين مستقيمين بس ورا بعض. انا كده خلاص ثبت الاتنين. بصوا ده الورق اللي احنا بنلزق بيه. بصوا شايفين شكل الكرتونة، مهما تظبطيه هيبقى شكله زي فيه كده ايه، بتاع القماش، بتاع الكرتون الورق. انا جبت ده اللي هو الورق اللي بيلزق، تمام. وهلزقه على القائم من ورا واطلع بيه لقدام. طب ليه عملت كده؟ علشان اساوي حدود البرواز، ما يبانش ان البرواز فيه تحتيه حاجة مش مظبوطة، تمام. تجيبيه وتلزقيه كده من كل الجوانب. لو هتظبطي الكرتون كويس تمام، لو حاسه نفسك مش هتظبطي الكرتون ممكن تعمليه بالورق ده. ولو عندك سولوتيب عريض خالص ممكن شغال برضو، ممكن بالسولوتيب العريض. انا يعني عملته بالورق ده عشان قلت تفنيشه يكون نظيف، ولما يتعلق يبقى شكله برضو ايه، ما فيهوش غلطات. هعمل برضو كل الجوانب بنفس الطريقه كده. بصوا عملته بنفس الطريقة. هنجيب دلوقتي القماشة، تظبطي الرسمة اللي انتي محتاجاها بقى. انتي عايزة تعملي اللي هو الرسمتين اللي هما الصفر، انا كنت حابة دولت. ممكن تعملي الرسمتين التانيين اللي هما اللي شبه الوردات دولت، اللي على اخضر فازرق، براحتك. بتقيسي البرواز، وطبعا لازم تسيبي حوالي 5 سنتي من كل الجناب، تمام، علشان لما تيجي تقلبيه لتحت يبقى عندك زيادة، تمام. انا قست كده بالظبط البرواز قد ايه والزيادة بتاعته.
خلاص قصيتها. تمام. بنجيب افضل من الشمع الغيره. الغيره بصراحه بيلزق خالص في القماش مع الكرتون. تمام. احنا بنبتدي نلزق بالغيره، بنزود قوي على الجوانب وعلى في الوسط كده حتتين، بس الجوانب مهمه جدا علشان ما تفلتش القماشه منها. بصوا بيلزق جامد، فتراعي تبقي ظابطه على طول. يعني انا ما ظبطتش في الاول، حسيت ان الرسمه من فوق اطول من تحت، فابتديت اشد فيها، تعبتني شويه لحد ما ظبطتها تاني، لان هو الغيره ده بيلزق على طول في القماش. تمام. بصوا حركته تقيله بتبقى، وتفرغي اي هواء داخل جواها. تمام. عشان الهواء طبعا غلط انه يبقى جواها، شكله هيتغير، انتي وبتعمليه هتلاقي شكله مش هيكون مظبوط. تمام. احنا بنظبط من الجنبين كويس قبل ما نلزق. تمام. انا كده خلاص ظبطته كويس. نحط له امير من فوق ومن تحت ومن كله، بنلزقه من كل الجناب زي الطريقه اللي انا وريتكم. هنبتدي من دلوقتي من الخلف على الحته اللي هي اللي لونها فاتح دي، اللي هو الابيض نقول مثلا، نحط عليها كويس خالص، ونبتدي نشد خالص القماش. بصوا يا جماعه لازم تتشد علشان الجناب تبقى مظبوطه، تراعي لازم تشديها جامد. انا بشد جامد لو انتم مش ملاحظين. تمام. احنا بنقص الزياده دي علشان ما تلزقش القماش في القماش وتبقى ملكلك من ورا. لازم من ورا يبقى شكله برضو حلو. تمام. بنلزق بنفس الطريقه، وطول ما انتي بتلزقي تشدي، طول ما انتي بتلزقي تشدي عشان ما يلكلكش معاكي. عايزه تزودي، يا ريت الاطرف دي والجوانب الفواصل دي تكون تزودي لها كمان شمع. بيلزق بالشمع برضو كويس وبالغيره كويس، على حسب. انا الغيره كان عندي شويه مش كتار يعني، فعملت بيهم اللي قدرت، والباقي كملته بالشمع بيلزق كويس خالص. خليت اللي هو الغيره ده عشان اقوى كمان، فانا خليته للقوائم، وفي النص شمع. تكملي كله بنفس الطريقة. انا كملت كده كله خلاص بنفس الطريقة. تجيبي بعد كده كبريتة او ولاعة، وتبتدي تمشي على كل الجناب دي بالكبريتة او الولاعة. تمام. ادي شكله كده بعد ما خلص. مش عايزه اقول لكم جميل 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 خالص خالص على الارض الواقع. انا هعمل لكم فيديوهات تاني للبيت كده بعد ما هكون علقت فيه كل الزينة. كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم في فيديو جديد. متنسوناش باللايك والاشتراك.